السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بردانة زي كده والولاد نازلين زن عليكي، قومي اعملي لنا حاجة حلوة وحضرتك مكسلة. لا ما تكسليش، احنا النهاردة هنعمل حاجة طعمة وجميلة وبسيطة وسهلة، وفي أقل من 10 دقايق هتكوني محضراها. إن شاء الله هنعمل البسبوسة بالطريقة الأصلية بدون أي افتكاسات، لا هنكرمل ولا هنحمر لبن بودر ولا نحمر جوز هند ولا اي حاجه، هنعملها بسيطه وسهله، وان شاء الله هتعجب حضرتك، وان شاء الله لا هتنشف معاكي ولا هيبقى فيها اي عيب. يلا بقى معايا على الحلقه، يلا عشان احنا مستعجلين. اول حاجه معانا هنا كوبايه الا ربع من السمن، ويا سلام كده ويا حبذا كده لو كانت سمنه بلدي، هتطلع البسبوسه معاكي عظمه. بس لو في خليط او سمنه نباتي مش هتقول لا، احنا ما بنقفش عند اي حاجه. معايا كوبايه الا ربع من السمن، هنفككها بس على النار. وبعد كده معانا نص كيلو من دقيق البسبوسه او سميد البسبوسه الوسط، هننزل عليه بكوبايه الا ربع السمن اللي احنا فككناها، وهنقلب كويس جدا او هنبسها كويس جدا. وبعد كده هنجيب كوبايه الا ربع من الحليب، حضرتك ممكن تستبدليها بكوبايه الا ربع من الميه. الميه الحلواني بيعملها بميه، بس انا بحب، حضراتكم عارفين ان انا بحب ادخل الحليب في كل حاجه لان انا اولادي مش بيشربوه، بس ممكن تستبدليها هنا بالميه. ومعايا كوبايه الا ربع من السكر، ممكن برضو تقلليها النص لو حضرتك ما بتحبيش الحاجه مسكره، بس هي كوبايه الا ربع من الحليب وكوبايه الا ربع من السكر كانت كويسه جدا. وطبعا نقطه من الفانيليا علشان بس نعزز النكهه. هنقلبهم كويس جدا وهنرفعهم على نار هاديه جدا لحد بس ما ندوب الحاجات دي، لدرجه ان حضرتك ممكن تحطي صباعك بس تكون تقدري تستحمليه. ومعانا هنا معلقتين من جوز الهند، انا نسيت احطهم في الاول، حطيتهم عادي معانا. وبعد كده هننزل بالخليط اللي احنا قلبناه على النار وخليناه فاتر زي دمعة العين كده. بصوا حضراتكم انا بحط صباعي بقول لكم ان هو ما كانش ساخن خالص. وهنا بقى مش هنعجن ولا هنبالغ في التقليب، احنا بس هنخلط، سامعينها، هنخلط المكونات في اقل من ثواني بس كده. هنا قلبناه، هنجيب صينية مقاس يعني خليها 30 حلوة بنات، ممكن 28 بس 30 بتخلي حجم البسبوسة كويس لان ده مش كيك. وهندهنها دهنة محترمة من السمن، وهننزل بالخليط. الخليط بيكون قاسي، يعني ايه قاسي؟ يعني ما بيبقاش زي خليط الكيك ان هو بينزل على طول. ممكن حضرتك في الطبق اللي حضرتك استعملتيه او عجنتي فيه تجيبي بس شوية مية صغيرين. ليه يا رودي؟ علشان حضرتك هتحطي ايدك في المية وتعرفي تفردي بس العجين. بس شفت السهولة؟